مساء الخير عليكم جميعا. بحبك يا بلادي بحبك يا بلادي مع الشريف المصري. والنهاردة الحقيقة برنامج الحلقة هيكون عن الاغتيال النفسي. والحقيقة موضوع الاغتيال النفسي ده موضوع بقى غريب جدا في مجتمعنا، وبقى طريقة جديدة لتصفية الشخص، بس بطريقة جديدة، بطريقة مختلفة. يعني بدل ما اغتاله برصاصة، لا، انا هعمل له اغتيال نفسي، هخليه ما يعرفش يبص في وش الناس. الحقيقة الموضوع له ابعاد كتير وله يعني لقطات كتير، معرفش حضراتكم شفتوه ولا لا. بس هو كانت بدايته من اول بعد ثورة 25 يناير و2011، وان كل شخص يعترضنا في الطريق او يختلف معنا في الرأي، فالوسيلة هي اغتياله سياسيا. ودي كانت يعني الاغتيال النفسي ده ان انا خلاص هطلعه في لقطة او في اتنين. والاعلام زي ما في جرايد صفرة، الاعلام الاصفر اللي احنا عايشين فيه بيلعب الدور. والمهم ان نفس الطريقة مستخدمة مع كل الناس. يعني زي ما بطلعه كويس، زي ما باجي بعد كده بغتاله وبخلص عليه واخليه يطلع يعني عبرة لمن يعتبر. وهو بعد كده الاغتيال النفسي الحقيقة هو مش بس الناس، بس اقرب الناس ليه بقوا خلاص في وضع صعب جدا نفسيا، وغير قادرين على مواجهة الناس بشكل كبير. فدي وسيلة للايه، لاسكات الشخص وان هو ما يفتحش بقه بقى. يعني انت خلاص، انا اختلتك، ولو فتحت بقك هختلك اكتر. يعني بداية بواقع كتير جدا بناس سياسيين، أول ما ابتدوا يتكلموا ابتدوا يجيبوا لهم حاجات من أمن الدولة، فيديوهات، يعني حاجات ما إيه علاقتها بالموضوع. بس الفكرة ان هو انا اختاره شخصيا، والموضوع ده مستمر، والاعلام بيلعب بيه دور كبير جدا ومستمر ان هو يعمل اغتيال للشخص نفسه للقضاء عليه، وان يخرجه بره الايه، الملعب او الحلبة السياسية، او حلبة عامة. وبعد كده بقت خلاص نمط عام جوانا احنا كمصريين بنستخدم هذا الموضوع حتى في التعامل في الشغل. لما نلاقي في حد في عداء بيننا وبينه نبتدي نستخدم معاه الاغتيال الشخصي، نبتدي ندور على اي حاجة ليه نطلعها له غلط ونمسكها عليه عشان نختله بيه. والحقيقة لو سيبنا الموضوع نفسه اللي ظهر قدامنا ومسكنا الموضوع الحقيقي اللي وراه، هنلاقي ان له ابعاد تانية كتير عشان نوصل للنقطة دي. تمام. فخلاص احنا عايزين نخلص من شخص ما. مش عايز افضل اقول اسماء كتير، بس الحقيقة انا بحكي القصة دي لان انا شفت حدث كده. آه، الحدث ده غريب شوية. جايبين مدير مدرسة بيرقص ومسكوه واختلوه، مع ان لو مسكنا الموضوع ببساطة شديدة جدا، تمام، موضوع ملوش الحجم اللي احنا نوصل له. بس هم مسكوا حتة فيها نوع من الايه، من القيم اللي هم بيلعبوا عليها. يعني كلمة الهيبة اللي بنلعب عليها على مدار عمرنا كله، مش فاهم معنى ايه كلمة هيبة. انا مش لاقي لها حتى ترجمة بلغات تانية. يعني يعني ايه الواحد يبقى له هيبة؟ يعني ايه ان الواحد لازم يبقى مكشر عشان يخوف الناس اللي حواليه؟ ليه دايما احنا بنتربى عشان نخاف، نبقى خايفين من الرئيس بتاعنا، خايفين من المدرس بتاعنا، خايفين من الناظر بتاعنا؟ إيه؟ ليه؟ ليه ابقى خايف؟ ليه مسألة الخوف اساس في التربية؟ ليه ما يبقاش العلاقة نوع من التوازن، علاقة متوازنة بين ماشي انت قوي وانا ضعيف، انت كبير وانا صغير، بس في علاقة متوازنة. ليه دايما الطفل او التلميذ لازم يبقى خايف من استاذه؟ طب الراجل ده بغض النظر، انا الحقيقة مش عايز ادافع عنه، يعني فكرة الدفاع عنه لانه مش محتاج الدفاع، حد يدافع عنه. يعني انتوا خارجين بره المنطق عشان تختاروه شخصيا. والحقيقة الاغتيال الشخصي ده هيبقى له سبب.
والسبب انه ممكن يكون الراجل ده يقدر يوصل للغة التلاميذ بتوعه، وقادر يتعامل معاهم، تمام، وقادر يفهمهم، وقادر يسمعهم، وقادر يتكلم معاهم، قادر يخاطب جيل انتوا مش عارفين تتكلموا معاه. جيل اللي انتوا بتقولوا هو بيسمع اغنية، واخد بالك، بتاعة التوك توك. الله، هو انتوا كنتوش بتسمعوا احمد عدوية؟ في ايه يا جماعة؟ هو انتوا هتمنعوا عيالكم ان هم يسمعوا مزيكا؟ هو انتوا فاكرين نفسكم عايشين في من 50 سنة، من 70 سنة؟ يا جماعة، ده بالعكس، ده الأغنية كويسة إنها بتسمعوها في المدرسة. على الأقل هيحصل نقاش، هيحصل تفاهم على هذه الأغنية. ومعنى إن مدير المدرسة بيرقص على الأغنية مع العيال، إن هو قادر يخاطبهم، قادر يتكلم لغتهم حتى. بس انتوا لأ، انتوا عايزين تغتالوا الراجل، لأن في حاجات تانية مخفية محدش يعرفها، حاجات هو بيلعب فيها، بيلعب في عداد عمر ناس تانية، تمام، والناس التانية دي مش عايزاه. فازاي نغتاله ونطلعه من على الساحة؟ ازاي نخلص عليه؟ طريقة بقت دمها تقيل. طب ما اوباما اعظم رئيس جمهورية لاعظم دولة في العالم بيرقص. الموضوع مش كده يعني. وبعدين مش واحد ده واحد يعني انتر اكشن بين شخص وشخص، على اغنية، على بتاع وخلاص. بس لا، التربية والتربوية والحكايات والفيلمانات، واحنا وازاي ما يصحش، لازم مدير المدرسة يبقى طالع لابس نظارة، واخد بالك، قعر الكوباية، ولابس قميص، واخد بالك الكولا بتاعته متاكله وكرافات. ايه ده؟ ايه ده؟ انا مش قادر افهم. وبعدين يعني لسوء الحظ يعني، تمام، ان الراجل اللي بتتكلموا عليه ده، تمام، ناس كتير جدا تعرفه، وناس كتير جدا هو كان الاستاذ بتاعهم ودرس لهم وعارفهم وعارفينه، وعارفين ان هو راجل دمه خفيف وبيهزر مع الطلبه، والطلبه بتحترمه، ومفيش حد يقدر يقل ادبه عليه، وفي مش مدرس بياخد على قفاه، ودمه خفيف وبيحب المزيكا وبيحب الفن وبيجاري العيال. يا جدعان، الراجل ده بيدرس بقاله اكتر من 30 سنه، عنده اجيال، واخد بالكو، واخدين بقى، انا اسف، واخدين بالكو من الثمانينات، رباهم وخرجهم. في منهم القضاة النهارده، في منهم الدكاتره، في منهم المهندسين اللي كان واقف بيرقص قدامكم ده. طلع لكم ناس انتوا ما يعني مش في دماغكم، وكل غلطته ان هو لذيذ. هو كان لازم يبقى دمه تقيل ومؤذي، والعيال ما تحبوش. هو ده الهدف اللي انتوا عايزين توصلوا له. لازم الشخص اللي يسيطر علينا نبقى مش بنحبه، ما بيقدرش يتواصل معانا، ما فيش علاقة بيننا وبينه، ولازم يبقى في برج عاجي وتحطوه جوه ازاز كده وتقفلوا عليه. بس انه يبقى بياخد ويدي معاكوا، لا. والستات اللي تطلع تتكلم، وانت ايه ده؟ ايه ده؟ وايه وائل الابراشي اللي انت عامله ده انت اعلامي، وتقول لك اصل المدرب، هو انت المقسله اللي بياخدوا الناس عليها عشان يختاروه نفسيا؟ ليه لازم تكسروا الناس؟ وبعدين هو لو كان راجل وحش يعني، جبتوا لي مدير مجمع مدارس؟ ما وحش بقى، ما رقاص، جبتوه ليه؟ حاجه غريبه يعني، جبتوه عشان تقتلوه. هي دي للاسف، للاسف
بلادي وبلادنا، بنحرق الناس زي محافظ اسكندرية كده، مسكتوه دبحتوه، اختلتوه في مراته، اختلتوه في عيلته، وما استفدتوش بيه، عشان في ناس تانية كانت عايزة تغتاله، عشان كان في مصالح واقفة وهو هيوقفها، وطلعتوه وحش وطلعتوه مسكتوه. هو كده الشخص اللي شكله كويس ونضيف وبيلبس كويس وبيعرف ازاي يتعامل مع الناس، لازم نخلص عليه. هو لازم يبقى نمرة 2 مش نمرة 1، عشان لو ظهر وبقى له شكل هيبقى له شعبية، احنا مش عايزين له شعبية. ازاي يعني؟ احنا ما عندناش غير واحد بس اللي له شعبية. ليه كده؟ ليه بنعمل في نفسنا كده وبنعمل في الناس كده؟ حاجة بجد تحزن. في الاخر عايز اقول لكم ان الراجل اللي هم مسكوه ده ومبهدلينه، تمام، ما عنده عيال يا جدعان، عنده حياة شخصية، بس هو رمز للاغتيال. في ناس كتير اغتالت بنفس الطريقة، وقعدناهم ومخليناهمش يفتحوا بقهم ويدلدلوا رقبتهم. جبنا لهم صورة بس عشان نختالهم بيها، بس ايه اللي ورا الصورة هو انا اعرفش. البلدع جبنا له بنته قاعدة مش عارف مع مين، وجوزها اللي مش عارف ايه وبيشرب ايه، تك قضيت عليه. كل من يختلفنا في الرأي نقضي عليه. بس ليه؟ ليه احنا بنعمل كده؟ ليه بنعمل اغتيال النفسي ده؟ والهدف منه ايه؟ برضو شاب محترم وسيم زي الفل طلع عمل اختراع، عاملين لي برنامج في التلفزيون، والولد عمل اختراع هايل هايل. والناس اللي المحكمين اللي بيتكلموا معاه يعني اقل من المستوى الفكري، ولا يعني ولا عندهم خلفية ولا نوليدج ولا بيتكلم ولا هم من نفس المجال، بيقولوا كلام للأسف يعني بيدي رمز للجهل. هو ده اغتيال تاني. اما تجيب لي لجنة تحكيم مش على المستوى اصلا للتحكيم، اختلتوا واحد يعني عمل فكرة يعني العالم كله هيجري وراها. وعلى فكرة ده وصل لمرحلة انه عمل الجهاز مش لسه على ورق. وهم اصل يقول لك سكايب والتاني تقول لك واتساب، وجايبين لي لميس يعني مستوى من الجهل غير طبيعي. اغتيال النفسي في كل حاجة، ما بتاخدوش اي حاجة وتحاولوا تشوفوا النور اللي فيها، لا، الضلمة الضلمة. كفاية بقى، كفاية. انا بعتذر للناس دي الحقيقة، بعتذر ان احنا يعني بنختلي الناس دي نفسيا وهم بيحاولوا يعملوا حاجة. مدير المدرسة اللي عايز يبني مدرسة كويسة ويطلع اجيال كويسة، تمام، وبيكلم لغة الطلبة، والتاني اللي بيعمل اختراع وعايز يعمل حاجة كويسة لبلده وانتوا بتختلوه. والتالت اللي طلع عنده مصنع لبن. الراجل طلع عنده مصنع لبن يا جدعان، واحنا نروحنا اشترينا ب 18 مش عارف كام مليون ولا بليون ولا الكلام اللي بتقعدوا تقولوه ده. استوردنا لبن يا جدعان بعملة صعبة، وعندنا مصنع في مصر من اعظم مصانع اللبن المجفف بيصدر للعالم كله. ده مش اغتيال نفسي؟
مش اغتيال نفسي لواحد حط استثمارات وشغل ناس وانتوا رايحين تدوا الفلوس لناس تانية. اصلا ما كناش نعرف بجد، ما كنتوش تعرفوا. هو احنا بعد ما نقتل الشخص نقول ما بنعرفش؟ مصنع زي ده عندكم ما كنتوش تعرفوا؟ يا خبر ابيض عليك يا بلدي، بلادي يا بلادي، فوقوا يا شعب مصر، فوقوا بقى. وبلاش تقعدوا تسمعوا للناس دي. الناس دي بيختالوا الناس الكويسة. بدل ما تطلعوا تقولوا تعالى يا مدير المدرسة انت رقصت مع ده، وايه يعني ما ترقص معاه؟ انت عملت ايه في المدرسة دي؟ لمعلوماتكم الراجل ده قبل كده اعتقد انه توقف عن العمل، وكان بسبب فساد ناس جوه، وحولهم للتحقيق وعملوا معاه مشاكل. طلع في التلفزيون قبل كده عشان في ناس ما كانتش بتدفع مصاريف المدرسة وكان متطرمخ عليهم. عرفتوا بقى ليه بيختل نفسيا؟ والتاني اللي طلع جايب عمل اختراع لمم 37 ولا 38 ألف دولار على كيكر ستارت، تقول له سكايب والتانية تقول له واتساب، بس انا بكلم نورة. كلمي مين؟ انت فاهمة حاجة؟ انت مش فاهمة حاجة خالص. انت والست التلاتة اللي قاعدين قدامي دول مش فاهم هما بيعملوا ايه، مالهمش علاقة بالموضوع. حاجة ومصنع بيعمل لبن الأطفال. يا جدعان احنا عشنا أزمة لبن أطفال في مصر، والحقيقة كانت اغتيال برضو من وزارة الصحة على مصنع الألبان. وهتلاقوا قصة اغتيال برضو، اغتيال نفسي. بشكركم بس الحقيقة يعني بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي. محتاجين نفوق بقى، محتاجين نقول للناس دي بقى كفاية اللي انتوا بتعملوه فينا ده. ما تسمعوش للناس دي خلاص يعني بجد. انا بعد ما بشوف البرامج التوك شو حاسس ان التوك شو ده ملوش اي تلاتة لازمة غير انه بيختل الناس قدام عينينا. فعلا الدولة العميقة مستمرة، وفعلا الدولة العميقة دي هي الحاجة الوحيدة، ده الحرب الحقيقية بتخلص على الناس لمصالح ناس تانية، واحنا بنساعدهم بده. والاعلام للأسف بقى هو القرمة اللي بنختال عليها الناس دي كلها. شكرا. شريف المصري، بحبك يا بلادي،